طيب سيادة المستشار، عايز أسأل حضرتك برضو في المدير الفني. يعني المدير الفني دلوقتي أصبح بيشغل كل الزملكاوية. هل سيكون مدير فني أجنبي ولا كابتن طارق يحيى هيكمل؟ أنا أقول لك كلمتين ما لهمش تالت. اتفضل يا فندم. أنا مش همشي ورا حد تاني. بمعنى؟ لأن أنا لما مشيت ورا بعض الإعلام الفاسد والصحفيين المرتشين، نعم، على مسؤولية المرتشين، والراجل ده بيغير كل شويه والاستقرار، وده اسمه عمرو سليم يقعد يتريق في مصر اليوم قله ادب وسبب له زملكاوي على فكره. للاسف زملكاوي. تمام؟ انا اول ما اشم المدرب فشل امشيه. يبقى بقى لو حتى غير كل اسبوع مدرب. يا استاذ الفاضل، الاستقرار هو استقرار نجاح مش استقرار فشل. وانا اديت مثل قبل كده، قلت لو انا عندي ابني عنده 10 مواد بديله 10 دروس خصوصيه سواء في المدرسه او في الجامعه. نعم. تمام؟ الترم الاولاني جاب في ماده ضاد جيم، اخلي نفس المدرس ولا امشيه؟ جاب الترم الثاني ضاد جيم، اخلي نفس المدرس ولا امشيه؟ لا همشيه. دلوقتي يقول لك لا الاستقرار تمشيه ازاي يا راجل؟ اصل الدنيا بتتلخبط. لا الدنيا بتتلخبط عندكم انتوا بقى مش عندنا. انا لو كنت مشيت محمد حلمي اول ما اتغلب 3-4 ماتشات وما سمعتش كلام حد وشوف هيغير وبيغير زي ما بيغير مش عارف كانوا في قله الادب دي يعني. نعم. زمان خدنا الدوري وخدنا افريقيا وخدنا البطوله العربيه. لو كنت مشيت ورا كلام انا واحساس انا ورؤيتي انا، الراجل ده اول ما خسر من اتحاد العاصمه اول الماتش الاولاني ايناسيو. تمام. ايناسيو طبعا. وكابس كنت قلت له اتفضل روح. بالك. لكن برضه الاعلام الفاسد الابيض. احنا بص، طبعا مع احترامي السيد وزير الشباب والرياضه راجل محترم وبحبه جدا وعمل جهد فوق الطاقه وبتشتم عادي مش مشكله. دلوقتي احنا في زمن تشتغل تتشتم. نعم. تبلطج وتبقى حرامي تتشكر وتعمل لك صفحات في الاهرام. بس عايز افكر بتوع الاهرام، انتوا عندكم كام واحد النهارده راح محكمه الجنايات؟ بس حابب افكرهم بس يعني رؤساء التحرير بفكرهم على المشي كده يعني. تمام؟ فانا عايز اقوله انك انت لما تلاقي حد فاشل ما تمشيش ورا الناس ويقعد يقول لك اصل الاستقرار ما اتغيرش. لا، الفشل بيبان من بيقول لك الجواب بيبان منين؟ من عنوانه. نعم. تمام؟ فاحنا دلوقتي عندنا كابتن طارق يحيى بيحاول بقدر المستطاع. وعلى فكره انا عايزك تستضيفه في يوم من الايام. نعم. عشان يحكي لك تجربته في 10 ايام. نعم. ان مرتضى منصور تحمل ما هو فوق طاقه البشر من هذا البني ادم اللي عمل حديث واثنين وثلاثه. اعتقد كان عندك في يوم من الايام. نعم. وقال لك مرتضى ده راجل ما بيتدخلش وراجل تمام وراجل 100 وراجل تمام وهو السفاره عندي وضحكوا وانبسط وخد حقه ومشي. واول ما راح البرتغال قال لي ادبه. تمام؟ نعم. عندنا بقى اعلام فاسد. نعم. ينقل اللي قاله هناك. لو انت راجل كنت تنقل اللي قاله هنا. نعم. لما قال مرتضى ده احسن رئيس نادي واحسن، على فكره عايز اقول لهم شوفوا انا ما بيهتز الشعر من راسي من اللي انتوا بتهوهوه دون. نعم. انا واخد 3 مرات احسن رئيس نادي على مستوى الجمهوريه. نعم. 3 مرات ورا بعض. وانت عارف يا اسلام 3 مرات ورا بعض. تمام. باخدهم من مؤسسات كبيره. تمام؟ احسن رئيس نادي في مصر ده بفضل ربنا وجهد الناس اللي شغاله معايا واعضاء جمعيه العموميه المسنين وجماهير المحترمه. سيبك من على الصيع اللي انا ربيتهم فقاعدين على الفيسبوك شتيمه وقله ادب وسفاله. اللي الدوله ما قدرتش عليهم انا قدرت عليهم. اللي الدوله تنبأت في الاخر يا كابتن اسلام انهم مجرمين ودتهم القضاء العسكري المحترم. سايبينهم بقالهم سنين. اللي اتصدى وضرب عليه نار وميه نار وبيته ضرب بالقنابل كل دون واتحملت وقطعت رقبتهم. نعم. رقبه التعبان لغايه ما ده النهارده جاي لي جواب وانا قاعد 800,000 جنيه من الجيش. اللي هو استاذ لسه كنا بنتكلم والله في الموضوع ده. يعني نافع اسلام. نعم. هم يدخلوا العيال. يعني بيقولوا هم يدخلوا العيال. نعم. والعيال تشتمنا كلنا بدءا من رئيس الدوله اللي جيشته كل مصر. نعم. دول. تمام؟ وتفسد المباراه ونتغلب وندفع احنا حق الكراسي اللي كسرت. طب ده يرضي ربنا؟ انا بسال بقى الدوله دي كلها ده يرضي ربنا؟ نعم. يعني هل العيال اللي جت كسرت دول انا اصلا طايقهم انا دخلتهم؟ لا. اللي دخل دوله دخلتهم تتحمل مسؤوليه. احترامي طبعا القوات المسلحه والسيد محمد فريد حجازي والامين العام لوزاره الدفاع اللي هو جاي جديد الراجل شخصيه محترم محمد والاستاذ صبري مدير الاستاد بتاع انا ذنبي ايه؟ نعم. 3 شتام انا ودولتي وجيشي وشرطتي واتغلبت والتقرير مكتوب كده بتاع امن الوطن المحترم حضروا لافساد المباراه. ده مش انا اللي قلت بقى. وكل التهم ايه؟ مالهاش علاقه بالزمالك ولا مرتضى. عشان يقول لك ده الجمهور زعلان. الجمهور مين؟ ده قال لك يا جماعه الارهابيه محظوره بس الفتنه اثاره الذعر الاعتداء على سلطات الدوله اصابه عدد من الضباط والجنود. يا نهار اسود
دي كلها ليها علاقه بالزمالك ولا رياضه ولا مرتضى؟ لا. وبعدين في الاخر انا بقى واتغلب وادفع واتشتم. واتشتم من مين؟ اتشتم من جوه الاستاد، واتشتم من الاعلام الفاسد الفاشله اللي ما خدوش البطوله. ازاي؟ هو ده جو ارهابي؟ يعني طبعا يا فندم معلش، هو في بعض الصحفيين وبعض الاعلاميين، يعني برضه عشان في ناس محترمه كتير. انت قول بعض زي ما انت عايز تقول، في ناس طبعا محترمه، وتلاقي ياسر عبد العزيز اللي نبهك قال لك بس قول بعض. هو طبعا بعض من غير ما ينبهك يعني. بعض يا ياسر ما تقلقش بالك. لا ياسر مش موجود اساسا عشان يقول يا صالح. المحامين المحامون يا ياسر فيهم ناس محترمين كتير، اسلام يا فندم، وفيهم قله منحرفه، والاوضه كده، والوكلاء النيابه والظباط والاعلام. لا الدنيا مش سودة. نعم. لكن للاسف الطوب الابيض بيوسخوا الوسخات القذورات دي. تمام يا فندم. طيب خلينا ناخد المستشار مرتضى منصور نطمن منه على احوال نادي الزمالك. يا سياده المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك؟ اخبارك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ نحمد ربنا الحمد لله. تمام يا فندم الحمد لله. يعني اخيرا صفقه مدبولي هي اخر الصفقات، احمد مدبولي هي اخر الصفقات لنادي الزمالك يا سياده المستشار. والله يعني النهارده سجلنا الاستغناء. نعم الحمد لله. وممكن الو. وكان في داوود خلص الحمد لله، وكاسونجو. نعم. شامشونج دون، ومين تاني، ورجع كوفي، ورجع وصلاح عاشور خلص. نعم. ورجع كوفي، ورجع حازم امام، ورجع اوباما وابراهيم عبد الخالق. نعم بالظبط كده. وان شاء الله باذن الله عندنا لسه مستني بكره الشامي عبد الله جمعه ومحمد الشامي. بالظبط كده. تقريبا بكره اجتماع مجلس الاداره هيقرروا يبيعوهم او لا؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله يبيعوهم باذن الله ان شاء الله. محمد الشامي وعبد الله جمعه. الشامي وعبد الله جمعه. هيبقى فاضل الاثنين ان شاء الله، ربنا يسهل بنخلصهم دلوقتي. مين يا فندم الاثنين؟ يعني لسه لما ما خلصوش يعني. طبعا خلاص انا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب سياده المستشار، برضو عايز اسال حضرتك، انت حضرتك كده عندك 6 لعيبه افارقه. رزاق سيسي هيتم اعارته لسموحه اعتقد، مظبوط؟ لا اعارته لاي نادي مش لازم سموحه. يعني لسه لم يتم الموضوع ده حتى الان. لا وبكره جاي السيد رئيس نادي اسوان الدكتور حسن عشان يصفي المشكله اللي عندهم دي. نعم. وناخده بالتراضي كده عشان ما احبش انا لاعب عندي فيه مشكله. نعم. الولد لسه 19 سنه فيتم عرضه سنه كده ان شاء الله باذن الله. طب مين يا فندم اللي عند 6 لعيبه محترفه مين فيهم؟ لا يا فندم بيفضل 4 كده عندي. نعم. مايوكا انت عقد خلاص نعم ده كويس ان انت عقده مايوكا. بلده خلال 48 ساعه ان شاء الله. نعم. يبقى عندي 4 كوفي ومعروف والولدين قلت لك عليهم. وكان في مكالمه بين الاستاذ محمود طاهر والمهندس ابو ريده. نعم. على اساس ان يبقى في السنه دي 4 والسعوديه عامله 6 اجانب. ايه المشكله؟ يعني ده سوء اصلا. يعني حضرتك بتطالب اتحاد كره القدم ان يكون هناك 4 لاعبين اجانب؟ كلمت الاستاذ هاني والاستاذ محمود طاهر كان وانديه ثانيه كلمت الاستاذ هاني، وان شاء الله قال هنعمل اجتماع وما عنديش مشكله يعني ان شاء الله باذن الله. نعم. مباراه الزمالك والمقصه كان اللي هي هتتعاد، هل حصل فيها حاجه؟ ولا عاد ليها قيمه. نعم؟ ولا عاد ليها قيمه خلاص. ما عادش ليها قيمه. للاسف يعني. للاسف الشديد، وده انا قلته للولاد. واللي ده يا ريت عندك ربع اراده رئيس النادي. اللي راحت رافع مره واثنين وثلاثه عشان يعيد الماتش، عشان تاخد 3 بونت، عشان تشترك في افريقيا مره ثانيه. نفسي تسال الناس ده، تسال تقعد مع طارق يحيى اساله. نعم. ال10 ايام تجربه معاك حصل لك ايه؟ طب حضرتك ينفع تسمح له نبقى معانا يوم السبت؟ يا بيه انا ما عنديش مشكله خالص. طيب انا مقاطع اون سبورت ومقاطع الاخ شوبير، ده مقاطعه. نعم. لانه انت ما تجيش في جنازه وتزرع فيها لطم. دلوقتي الاهلي اتغلب في اول ماتش في البطوله، وكل الاهلاويه بصراحه محترمين وطبطبوا وقال لك لا، وضربه جزاء ما كانش ضربه جزاء ولا حد اتكلم ولا حد فتح بقه بكلمه، والنهارده ورقه موجهه ما حدش يتكلم خلاص عشان عنده اولاد بيدافعوا عنه. ما عندوش اولاد بيهدوا حيله. وبالاخر عملوا اسمهم من نادي الزمالك، والملايين من نادي الزمالك، والمصانع من نادي الزمالك، والبيزنس من نادي الزمالك، وبيستنين نادي الزمالك عشان يقع. مش صعبان عليهم ان جه رئيس نادي عمل نادي عالمي. نعم. الدوري و4 كاس وسوبر في سنتين وصعبان عليهم. بس يا فندم انا سمعت طبعا، انا بانقل الحدث، وحضرتك تعلم ان انا يعني عندي علاقه جيده بمعظم الناس دي، وهما بيتكلموا بيقولوا فعلا
المستشار مرتضى او مجلس الاداره عملوا كذا وكذا وكذا وغيروا حاجات كتيره جدا جوه النادي. يمكن الناحيه الفنيه بس هي اللي دايما بتضايق. يا فندم انا مالي مال فنيه. يا باشا ترى يحيى يقول له انت قاعد 10 15 يوم، مرتضى اتصل بيكم شفتوا خلقته؟ هم عايزين يولعوا فيا، كنت بعيد، انا اللي هولع فيهم. كنت بعيد عنهم تماما ال 15 يوم. يا بيه اساله، يا بيه هاتوا اساله. والله يا فندم انا عارف، انا نفسي عارف. قبل كده قال لك ما بيكلمنيش. انما دول عيال مجرمه. دول مجرمه، دول خربوا النادي وهم لعيبه وهم مسؤولين. فصعبان عليهم، ابعدوا عن النادي بقى، ابعدوا. طب انا شغال مقاول الانفار. جيت بعمل نادي، ببني نادي وببني فرق وببني برجع اليد والسله والطايره ومش عارف ايه، واقول لكم نبي خد السلم مفتاح. يا اللي عايز ينزل انتخابات يجي. يا استاذ تاني بقول اهو، اقسم بالقران الكريم اللي قدامي ايا كان التافه اللي هينزل ضد الانتخابات في الرئاسه هديله صوتي، ايا كان. في اكتر من كده؟ وهجيب كل القنوات يصورونا وانا بديله صوتي. طب مش انتخابات، اعضاء جمعيه عموميه محترمين. محترمات فاهمين. لا طبعا واضح انت مش عندك رئيس تحرير، عندك ياسر ده عضو في النادي. يا سياده المستشار، ايه اللي في النادي؟ يا سياده المستشار، في النادي فيه 50,000 عضو عامل. انا حضرتك بعدي على طول من جنب النادي من بره، ما بخشش خلاص. يعني يقول لك اصل انشاءات مش انشاءات يا شوبير. مش جنينه يا شوبير، مش ترابيزه وكرسي يا شوبير. لا، رئيس النادي الوحيد اللي احترم الاعضاء هو مرتضى منصور، واحترم الجماهير لاول مره من 28 سنه تاخد دوري وكاس مع بعض يا كابتن اسلام. واخد بالك؟ طب يا سياده المستشار ممكن اسال السؤال ده مهم يا فندم. السنه دي نادي الزمالك ما خدش دوري، طلع ثالث دوري، بطوله افريقيه ثالث المجموعه، البطوله العربيه. تفتكر مين السبب يا فندم؟ اقول لك مين السبب. اول حاجه، هو انا مستلم الزمالك ده واخد الدوري 80 مره يا جماعه. انا مستلم الزمالك ده واخد الدوري 11 مره، 5 معايا، 5 مرتين وانا عضو وبشرف على الكوره مع جلال ابراهيم. والسته لما كنتوا موجودين، وثلاثه وانا رئيس مكتب تنفيذي رئيس اركان النادي مع الدكتور كمال. والسادسه معايا. وثلاث 4 بطولات افريقيه. تمام. مظبوط. غير بطولات الكاس، غير السوبر. كل ده مرتضى منصور موجود. ده ناس بتهرج بتهزر. السنه دي بحمل مسؤوليه محمد حلمي رقم 1 في الدوري، والدوري السنه اللي فاتت محمد حلمي وما يقدرش ينطق. انا السنه اللي فاتت يا استاذ الفاضل كنت انا لو في ماتش كان انا بلاعب المصري في الاتحاد السكندري اسكندريه، والاهلي هيلاعب الاسماعيلي لا الاتحاد السكندري. الاهلي كان لاعب الاتحاد السكندري. تمام. لو انا فزت على المصري في الماتش ده ما تعادلتش او ما اتغلبتش بقيت زي الاهلي. لو لعبته وكسبت اخر ماتش خدت الدوري. محمد باشا حلمي واسال جمال عبد الحميد ومحمد صلاح، الناس كانت موجوده. صمم اقوى 2 في الفريق، واحد في الدفاع وواحد في خط النص، ما يلعبوش كده. تمام. كوفي وايمن حسني، وقعدنا نتحايل عليه بنبص ايده يا ابني يلعبوا. طيب مش يلعبوا، خدهم في ال 18. احتجتهم نزلهم، قال لك لا اتعادلنا خلاص. الاهلي فوق عليك بنقطه وكمل بقى خلاص. مع ان الاهلي في الماتش اللي بعدين على طول اتعادل مع الاتحاد. تعادل يعني خسر النقطتين. انت كنت كسبت 3 بونت يا بيه، كنت بقيت زيه. تمام. ادي السنه اللي فاتت. كابتن محمد حلمي اذا هو السبب الاول. السبب الثاني السنه يبقى من غير شك، من غير قال لي انا كهربا في النادي. تمام. قال لي هبطلوا كوره. السنه اللي فاتت ده اللي احنا فيها ديا لما رجع الدور الثاني خلاص اسال للولاد. الدوري وقف 45 يوم مفيش تمرينه واحده. تمرينه واحده. واخد بالك؟ دي مسؤوليتي انا برضه. وراح مغلوب 4-5 اشهر ورا بعض. خلاص هو في على الدوري؟ ادي الدوري. افريقيا انت كنت الاول في اول مجموعه. لما اتغلبت من اتحاد العاصمه وكابس يونايتد وصلت للثالث. كابس ده فريق ضعيف واقع اصلا. فعلا مش كده؟ ده بقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الراجل اللي كل مره كان بجرب اللعيبه واجي اتكلم يقول لك اوعى تنطق انت بالذات. سيب خالد الغندور بندق يقول اللي عايز يقوله، وسيب واد اسمه احمد عفيفي ينظر ويمنظر او بياخد فلوس على قفل اسم نادي الزمالك للاسف الشديد. لكن رئيس النادي اللي بقى من 92 مجلس اداره لغايه النهارده، يعني يا اخي لو حمار كوره كنت فهمت. تمام. اوعى انت تنطق، سيب بندق يقول وينقد، وسيب الواد اللي بيمسك القلم اسمه عفيفي ده اللي اتطرد من مش عارف منين، لا سيبه يقول اللي عايز يقوله. يا سلام. خلاص يا عم من ويطلع يقول لك ايه اصل انا بجرب اللعيبه. يا عم ما تجربش، ده احنا في بطوله. ما هو عارف يا فندم، عارف ساعتها ممكن يجي يسالك يقول لك طب ما حضرتك كمجلس اداره اللي جايبين ايناسيو واللي جايبين محمد حلمي. لا يا باشا، اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه يا باشا، وبالتصويت. حازم امام وايمن يونس فاروق جعفر
بالتصويت يا باشا. نعم. اللي بيهربوا دلوقتي كلهم هربوا جريوا. لا انا ما عرفت ان في ناس ماضيه كمان، اللي انا فهمت عرفته يعني. بالظبط كده. اه. فانا كرئيس نادي دوري ايه؟ دوري يقول لك ايه؟ اللعيبه فاشله. نعم. ماشي يا عم انا موافق اللعيبه فاشله. ومدير فني فاشل. انا موافق. بس غير رئيس النادي. ايه السفاله دي؟ ايه الاجتهاد؟ يعني حضرتك بتقصد ان هي يعني حركه موجهه ضد المستشار؟ الفلوس يا ريت هتشتغل. بص 2000 انا عمري ما وصلت في نادي الزمالك. عمرك ايه يا فندم؟ من ساعه ما نزلت. انا كسبت دكتور كمال اللي كسب حماده امام اللي كسب جلال ابراهيم اللي كسب كل ده. قال لك كسبت مع اسمه بتاع ممدوح عباس اللي زور انتخابات محكمه يلا مزور تمام. نعم. وكسبت رؤوف جلال كسبتهم كلهم. عمري خسرت انتخابات لان انا من اول يوم الزمالك ده حاجه بالنسبه لي زي بيتي واهم من بيتي. نعم. خلاص انا النهارده ماشي من نادي الزمالك الساعه 11 بالليل. خلاص يعني قاعد بعمل اجتماعات مع الجهاز واللعيبه الجداد واحمد الاحمر مضى النهارده اليد عشان بنقوي فريق اليد وفريق خلاص. نعم. 2005 2014 الاخ رؤوف جاسر عمل زي الافندي اللي دلوقتي انا هكسب انا دغدغك خلاص. تمام. صوت يروح الساعه 12 ده يروح الساعه 9. فانا عايز اقول لهم ابعدوا عن نادي الزمالك. ابعدوا عن نادي الزمالك. تمام. لما تيجي الانتخابات يبقى في انتخابات. هل بالفعل يا فندم حد تقدم؟ لان يعني الحقيقه الكابتن احمد سليمان خلال الفتره لا ما تقولش اسمه هذا النكره. طيب كابتن اسمه في الخط. لا يا فندم انا اسف. لا انا اسف هذا النكره. تمام. اسمه هذا النكره ما تشهروش. تمام. هو عامل كده عشان يشتهر. هذا النكره. هل في حد يا فندم قدم بلاغ ضده او اي حاجه من هذا القبيل؟ النهارده قدمت بلاغ للنائب العام. فعلا؟ طبعا لانه زاد عن حده. يا استاذ الفاضل هبعت لك حد من مجلس الاداره يقعد معاك. نعم. هيوريك مايوكا يقول لك مايوكا 50 مليون ما خدش 10 ما خدش 7.5 8 مليون. مايوكا ابو اللي بيقول لك 50 مليون. انما بقى اوري الراي العام الفلوس اللي هو سرقها من اللعيبه. اوري الراي العام يا فندم ده كلام مهم جدا يا يعني بقول وانا في وزاره الداخليه عند الناس مهمه محترمه لان ما تنساش ان هو في الاخر ضابط. تمام وبيسيء للضباط. طبعا انا قلت اهو ادي الملف يا وزاره الداخليه. نعم. وادي المستندات وادي الافلام الجنسيه اللي منزلها على موقع يعني سياده المستشار ده كلام تمام. لا انا عايزك تقول انت معايا اهو. نعم. التحرير بتاعك معاك يا سياده المستشار خلينا يعني احنا بنتكلم دلوقتي. بص يا فندم معلش عشان خاطري كابتن احمد. بص الكابتن انا وريتها امبارح ولا ما وريتهالوش؟ يا فندم بعد اذن حضرتك يا سام من فضلك عشان ممكن الناس يقول لك ده بيكذب ده بيفتري. يا فندم مش حضرتك قدمت بلاغ للنائب العام؟ يا فندم تحرير البرنامج استاذ ياسر عبد العزيز. نعم. وريتها له امبارح. تمام. اسم الافندي ده النكره. حضرتك يا فندم حضرتك قدمت بلاغ للنائب العام مظبوط؟ طبعا. بس خلاص يبقى احنا كده ما نقدرش نتكلم. نقطه برضه رئيس التحرير يقول لك حاضر يا فندم ولا مش سادس. حاضر بس نقطه ويبقى امبارح فندم نقطه خلاص بقى. ده بتنزل على المواقع وده بينزل يا سياده المستشار حضرتك دايما اللي بتقول لنا لما الموضوع يبقى عند النائب العام او عند القضاء المصري ما ينفعش نتكلم فيه. فخلاص الافلام الجنسيه يا باشا اللي بتقدم يا سياده المستشار يعني دي حاجه. الاهرام المحترمه اللي اتحولت لجريده الفرسان. يا سياده المستشار كلهم ناس محترمه. وهو شعب مصر اي خبر نازل في الاهرام كذب. لا يا فندم سياده المستشار قول بوابه النادي سياده المستشار انا مش هدخل ناس تشتمني جوه النادي. لا يا فندم دي جريده كبيره جدا يا فندم وبقى لها 100 سنه موجوده يا فندم. كبيره تنزل كل اشاعات كاذبه يا فندم يعني حضرتك كل يوم الموضوع ده. وبعدين هو احنا في انتخابات عامل حوار مع واحد نكره صفحه نازل شتيمه وكلها كذب. من حقك يا فندم من حقك تعمل الحوار برضه يا فندم على فكره. لا انا ما بعملش حوار مع حد عمل حوار مع صبي من الصبيان الصغيره. تمام. بس هو كده بص انا عارف حافظ الفيلم ايه هو عايز يشتهر بس هو قبل ما يشتهر يخش السجن. وانا عارف ان وزير الداخليه ده قرر مش هيسمح بالمهزله بعد ما تسلم المستندات والافلام الجنسيه. هو بس يا فندم حضرتك قدمت بلاغ للنائب العام يبقى كده لان هو الحقيقه كان دايما وزاره الداخليه خلال الفتره اللي فاتت كان دايما ولو قال لي ادبه زياده عن كده تاني